قد رشحت نفسك في قائمة النادي الأهلي وأصبحت نائبا. مش عجباني أنا الحتة دي، حاسس إن أنت لا أنا مشفق عليه يا راجل. أنت مش أنت فاضي يعني؟ لقيت ياسين منصور فجأة رجع النادي الأهلي. يا راجل أنت مالك؟ أنت فاضي؟ ما الأهلي يشتغل. إيه السر يعني؟ إيه سر لغاية دلوقتي محدش عرف سبب العودة؟ أنا عايزك ترتاح وعايزك إنك تركز في السياحة وفي الصناعة وفي الزراعة، وانا اشوف لك حاجتين ثلاثة كمان لو حاجة وتخلع. يعني نشوف لك حاجتين، يعني مثلا نعمل حاجة زي ايلون ماسك كده، حاجة في الفضاء بتاع. انما الاهلي ايه يعني؟ الاهلي له رجالته وخلاص. انت ايه يعني كان اهتمامك بالامر ده؟ بص بقى، ده حب بقى، ما في حاجات بقى ايه القلب وما يريد يعني. القلب وما يريد. الاهلي القلب وما يريد. عشق الحقيقة يعني. انا الاهلي يمكن انا دخلت المجلس مع الكابتن صالح الله يرحمه. الحقيقه كان شخصيه رهيبه يعني، اسطوره. وبعديه مع الكابتن حسن، وبعدين سبته، وبعدين جيت بقى في شركه الكوره وسبت شركه الكوره، وبعدين لما حصلت الخطيب يعني عشان صحته يعني ربنا يشفيه، فهو جالي وكلمنا. قلت له والله بص، لو انت هتنزل انا هنزل معاك نايب، لو انت مش نازل انا هنزل رئيس النادي الاهلي. انت كنت ناوي تنزل رئيس؟ كنت ناوي انزل رئيس، لكن انا بفضل ان انت تبقى موجود كرئيس للنادي الاهلي، وانا بالعكس رمز. انا عايزك تبقى موجود في النادي الاهلي، لان انا برضو يعني عمري ما كنت نائب رئيس، فاشوف المكتب التنفيذي بيمشي ازاي. يا اخي انا قلت ما كانش ينفع